السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ زي ما احنا شايفين الفيديو اللي معانا النهارده، صينيه المحشي او المحشي المعمر. انا عملت معاكم يا جماعه المحشي قبل كده بطريقتين، كل طريقه لوحدها الفيديو لوحدها. الطريقه التقليديه اللي احنا كلنا متعودين عليها، وعملت المحشي على الكانون. حبيت اشارك الطريقه دي معاكم لان انا عملتها وعجبتني فعلا. بس انا سويت المحشي بميه، المفروض ان انا هعمل المحشي المعمر ده اسويه بلبن، بس انا كنت يعني شايفه ان هو دسم كفايه، فسويته بميه. ما شاء الله، ده مش دي مش صينيه محشي خالص، دي تورتايه. محشي مستوي كويس قوي ما شاء الله. كمان معايا في الفيديو النهارده تفريزات الكرنب، وازاي يفضل معاكي من السنه للسنه ويطلع فريش وطازه زي ما تكوني لسه اول يوم. لو انت حابه تشوف الحاجه دي، تابع معايا الفيديو. يلا بينا. زي ما احنا قلت قبل كده، انا تقدر لو ما عندكيش توم اخضر، توم ناشف، تستبدليه بتوم اخضر، وانا عملت كده النهارده. خدت من كل شجرة ورقة كده واحنا ماشيين. كل حاجة ما شاء الله معانا النهاردة فريش وطازة. هاخد كام عود معايا، هقطعهم على خضرة المحشي. شايفين ما شاء الله. هاخد كمان كام وحداية كزبرة. انا عملت برضو فيديو لتفريز خضرة المحشي، وفيديو لتفريز الصلصة. كل الفيديوهات دي على القناة يا جماعة. ولو انت اول مرة تشوفيني، ما تنسنيش باللايك والشير واشتراك. هاخد كام وحداية شبت. الشبت برضو ليه دور حلو قوي في ريحة المحشي. هي نفس الطريقة ونفس الخطوات، بس انا طريقة التسوية هي اللي مختلفة شوية. يلا نشوف بقى الكرنب اللي هنشتغل بيه. ان شاء الله جبت حبة كتير. ازاي تختاري الكرنب انا كمان اتكلمت فيها معاكم، وده ما شاء الله مش محتاجة اي اختيار، ده طازة وفريش من من مكانه يعني. دي كمان وحداية. انا جبت اتنين بصراحة، هما لقيتهم يعني يعتبروا مناسبين. دي قرنبيط. دي واحدة صغيرة لسه ما لفتش خالص. اخترت دي. ان شاء الله انا حطيت حلة المية تغلي على ما اظبط ورقها. لف بالسكينة عند الراس كده لما احدد واطلع القلب اللي فيه. انا زي ما احنا متعودين مش برمي حاجة، القلب ده بعمله مخلل. انا بسلك الورق بالراحة عشان ما يتكسرش مني. اول ما المية تبتدي تغلي، بنزل بالكرنباية اللي معايا. شايفين ما شاء الله، اي ورقة بحس ان هي خلاص قربت على سوا بطلعها. في ورق التفريز يا جماعة انا مش بسويه كتير، يعني بيكون اقل سوا من اللي انا هشتغل بيه. شايفين ما شاء الله، الورق حلو جدا ومظبوط جدا في التسوية بتاعة السلق بتاعه. طريقة التقطيع دي لو معاك 10 وحدات، مش ياخدوا منك اكتر من 3 دقايق بالظبط. بجيبها كده واقطع العروق والفها، بتطلع متساوية كلها، حجم واحد. شايفين ما شاء الله. هوريها لك لما تتفرد بيكون شكلها ايه. اسرع طريقة تقطيع ورق كرنب الطريقة دي. ما شاء الله حكاية. شايفين ما شاء الله. تقدري تقطعيها بالحجم اللي انت حباه. لو حابة الصباع كبير بتقطعها كبير، لو حابة صغير تقدري تقلليها عن كده. اعمل معاكم كمان واحدة. بجيب الورقة على بعضها، وباجي على العروق اللي في النص دي واقطعها،
والفها زي ما احنا شايفين، وابدأ اقطعها قد بعضها. ما شاء الله اسهل طريقة. مش لو معاك 10 كرنبيات بتقطعيهم في 5 دقايق بالظبط. 10 وحدات ما بياخدوش حاجة. والله يا جماعة ضاع عمرنا واحنا بنقطع الكرنب غلط. جربي الطريقة دي. شايفين ما شاء الله؟ افرد لكم كمان واحدة ازاي مظبوطة ومتساوية كلها قد بعضها بالظبط. هقطع باقي الكمية وارجع لكم. يلا بقى نعمل التسبيكة زي ما احنا متعودين. البصل وعليه الزيت. انا عاملة التوم معايا الاوراق الخضراء. هشوح البصل تشويحتين. ده زي ما احنا متعودين على التسبيكة بتاعة المحشي. بنزل بالطماطم، ولو في صلصة ممكن تسيبها تتسبك بقى. انا مسرعة لان احنا كلنا عارفين الطريقة دي، وعملناها قبل كده كم مرة مع بعض. بنزل بقى بالرز المغسول وعلى الخضرة على التسبيكة. معايا القشطة. ده اختيار براحتك. هبدأ ألف الورق. طبعا أنا النهاردة طريقة التسوية مختلفة شوية. أنا بشتغل في الصينية عشان أنا هسويه في الفرن. وزي ما اتفقنا، أنا هسويه بمية. لو انت حابة تسوي صينية المحشي بلبن أو بحليب ده عادي، بس بتكون دسمة. تمام كده. يلا نكمل باقي الصينية بقى ونرجع تاني. دي اول صينيه معايا. انا يا جماعه شغاله في الصينيه دي لها حرف عشان عامله حساب التسويه معايا. دي الصينيه التانية. مش بتاخد لف اقل وقت يعني بصراحه. ما شاء الله دول الصينيتين ما خدوش 10 دقايق بالظبط والله. دي شوربه معايا وشايله منها معلقه صلصه بزودها زي ما احنا متعودين يعني على طريقه التسويه. هنزل بالشوربه انا غليتها على الصواني، وفي نفس الوقت انا شغلت الفرن يا جماعه. شغلت الفرن، انا شغاله في فرن البوتاجاز زي ما احنا متعودين. ما شغلتش الشوايه لسه. انا مش هحمر وشه للاخر. اسويه الاول. بنزل بالشوربه وبحرك الصينيه هزتين كده علشان الشوربه تنزل للمحشي اللي تحت. مش بغطيه كامل يعني، مش بغطيه للاخر، عند اخر رصه بس. لو انت اول مره تشوفيني ما تنسنيش باللايك والشير واشتراك يا جماعه. ويا رب فيديوهاتي تفيدكم. ما شاء الله انا حطيتهم وحطيت على كل وش صينيه ورقتين كرومب علشان الصوابع ما تفكش. الصابع اخر رصه فوق خالص ما تفكش مني يا جماعه. شايفين ما شاء الله. اول ما غلت وحسيت ان الميه نزلت شويه بشيل الورق ده عشان انا عايزه احمر الوش. وكمان هشغل الشوايه. هشيل الورق اللي على وش الصينيه التانية. هشغل الشوايه عشان تحمر وش المحشي من فوق. ما شاء الله مش بياخد نور خالص. شايفين ما شاء الله. اللهم بارك. اول ما خد لون ما شاء الله وطعمه حكاية بصراحة. ايه رأيكم بقى؟ يا ريت تكتبوا لي اي طريقة فيهم احسن، طبعا بعد ما تجربوه. ما شاء الله تورتايه. محشي مستوي كويس قوي وطعمه حكاية. ولو انت اول مرة تشوفيني ما تنسناش باللايك والشير والاشتراك في القناة. واحلى لايك لاحلى محشي.
يلا بينا بقى نفرز الورق اللي فاضل. شايفين ما شاء الله ده الكمية اللي فضلت بعد ما عملت الصينيتين اللي كانوا معايا. انا معايا اطباق فويل هرص فيها على قد ما انا على قد الطبخة بتاعتي. طبعا كلنا عارفين كل واحد بيعوز احتياجاته قد ايه في المرة، فانا برص على قد الطبخة بتاعتي. ما شاء الله احنا مفرزينه رمضان، ان شاء الله يعني يجي رمضان علينا على خير يا رب. انتي طبعا بتعملي الكمية اللي انت عايزاها، عارفة افراد عيلتك قد ايه فبتستهلكي قد ايه. شايفين ما شاء الله انا هرص الكمية كلها. ويا جماعة اما نيجي نطلعه، نطلع الورق المتفرز، خلي بالك من التركاية دي، ما تطلعهاش وتسيبها تفك براحتها. شوية مية دافيين وتنزلي فيها الورق عشان ما يفقدش ميته فيجلد معاكي. جربي الطريقة دي وان شاء الله يطلع معاكي فريش وطازة. ولو انت اول مرة تشوفيني ما تنسناش باللايك والشير واشتراك في القناة. ودي احلى طريقة لتفريز الكرنب. واشوف وشكوا على خير فيديو جديد، ويا رب فيديوهات تكون بتعجبكم. واحلى لايك لاحلى محشي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.